الاهلي طول عمره كبير، كل لعيبته كبار رغم اي حد في الدنيا، عشان الاهلي دايما فوق الجميع. احنا خسرانين بظلم تحكيمي، مش خسرانين كده. اللعيبه ادت من اللي عليها والحمد لله اللي هم رجعوا لنا بالسلامه. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. احنا مالناش نصيب نكسب واحنا خسرنا. الحمد لله افريقيا كلها شافت احنا خسرنا بخروج بشرف احسن بطوله برشوه. جايين من الصعيد من اسوان وجايين عشان الاهلي وبنحب الاهلي سواء بمكسب وخساره احنا معاه. بقول لحضرتك ان هي مؤامره على النادي الاهلي بالتحكيم الفاشل، وان شاء الله طول عمرنا ورا الاهلي مهما حصل. اهلي 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 طول عمرنا ورا الاهلي مهما حصل. هو الاهلي الظلم والحكم ده ضعيف. انا بوجه كلمه للاتحاد الافريقي وعيسى حياته اللي هو ده اعتبر زي مؤامره. احنا بنطلب يعني عاوزين، يعني هم عاوزين النادي الاهلي عشان بياخد بطولات وعشان ما بيدفعش فلوس عاوزين يطلعوه. هو اول حاجه قدر الله ما شاء فعل. احنا جمهور اهلاوي وبنحب الاهلي ونفضل طول عمرنا نحب الاهلي، لان بجد النادي الاهلي هو النادي الوحيد، هو نادي القرن، هو النادي الوطنيه زي ما بيقولوا. هو فعلا النادي اللي مفرح جمهوره ب7 سنين، بياخد بطولات متتاليه، ببطولات افريقيا متتاليه ورا بعض. تكفي ان هو راح اليابان مرتين ورا بعض. انا عايز اقول بس لكل الناس ان النادي الاهلي مش نادي الرشاوي زي ما بيحصل ويقولوا النادي الاهلي بيكسب بالتحكيم ومش عارف ايه. ادينا شفنا التحكيم الافريقي عامل معانا ازاي. محدش يقدر يتكلم عن التحكيم مع النادي الاهلي تاني اكيد. وفي افريقيا طبعا التحكيم بايظ والناس كلها عارفه والدنيا كلها شافت الاهلي خسر ازاي. اتفرجنا على كرة يد مش كرة قدم. احنا بنقول للاهلي انت اتظلمت. خير دليل على حب الاهلي في قلوب الجميع الجمهور العظيم اللي هو ساب كل شيء قدامه ورجع. احنا مش جديد علينا ان احنا بنيجي النادي الاهلي على طول. احنا بنجري ورا النادي الاهلي على طول في اي حته، في اي بلد بنجري وراه، في اي محافظه بنجري وراه، وده مش جديد علينا. انا بوصل بس حاجه اللي اولا احنا اتظلمنا امبارح في الماتش قوي يعني اتظلمنا فيه بجد قوي يعني ده كره مش ضربه ركنيه. اول حاجه مش ضربه ركنيه، وثانيا يعني باينه قوي بايديه، وثالثا ده ناحيه اللازمان يعني المفروض اللازمان يشوفها يعني مش عارف. فدي انا حاسس اللي كان في حاجه اللي هو يعني مش عايزين النادي الاهلي ياخد افريقيا. انا جاي اقول لهم بس يعني يفضلوا زي ما هم، يفضلوا في خبراتهم. الماتش مش هيأثر عليهم، بطوله برشا مش هتأثر عليهم. مش مهم عندنا بطوله، المهم عندنا ان احنا نكسب بشرفنا. بدل ما انا اتكلم حطوا بس يعني خلوا الكاميرا على الجمهور، شوفوا الجمهور عامل ازاي. طب الاستقبال ده بيعني لكم ايه يا محمد، وخاصه بعد المباراه الغريبه امبارح امام الترجي التونسي؟ يعني انا بقول لك حط الكاميرا على الجمهور هتعرف احنا حاسين بايه. توعدوا الجمهور ده بايه يا محمد الفتره اللي جايه؟ كل حاجه يعني. بص احنا يعني بص مفيش كلام دلوقتي يقدر يعبر عنها. ربنا يكرمهم ان شاء الله ورب نبقى. الحكم كان باين ان هو واضح ان هو عايز يخلص على الماتش بدري. لا الحكم مش بص انا مش عاوز يعني ايه. عمري في حياتي ما شفت حاجه كده، عمري في حياتي شفت حاجه كده في التحكيم. وحتى الراجل انا قلت له هل السبب الاتحاد الافريقي؟ بص اقول حاجه، انا اوصل ان انا اكلم الحكم واقول له انت واخد فلوس ويقول لي وبيضحك. انت قلت له ده حصل يا محمد. فده بص حكم يعني حسب الله ونعم الوكيل فيه ويعني ربنا ما يرضاش بالظلم. هم قالوا ان احنا جايبين جون بايدينا زي اللي حصل. انا الكوره يعني الجون كانت صعبه. بص الكوره اللي انا جبتها دي ردت في ايدي غصب عني، لكن ده راجل يعني ده مارادونا يتعلم منه. محمد يعني كنت شايف ان الامور كانت مترتبه قبل المباراه ان المباراه تخرج كده؟ انت شايف ايه؟
احنا كلنا شفنا ان الاهلي اتظلم، بص هي الحكم مش على كل مترتبه، مستوى. دي هي مترتبه ومتحبكه ومتظبطه بس انا بقول حاجه برضو ان الشعب التونسي استقبلنا استقبال محترم جدا، بس زي ما انت شفت الحكم عمل ازاي. طب طمنا بقى على رجلك، انا شافك في زكه كده في رجلك. لا يعني ما في بس خبطه كده، كانت خبطه في الماتش، وغالبا يعني هعمل دلوقتي اشعه بس غالبا غضروف يعني الحمد لله. طب محمد ايه تقول للجمهور الاهلي العظيم اللي جه استقبلكم النهارده الاستقبال ده؟ متعودين منهم على كده، وان شاء الله الفتره اللي جايه نساعدهم باذن الله. احنا بنقول لهم احنا اسفين، وكنا يعني نفسنا نفرحكم، لكن يعني يد تدخلت بشكل فاجر خلتنا يعني ما نوصلش للنهايه. كابتن ناجي الامور كانت متبيته فعلا المباراه تخرج بالشكل ده؟ لا طبعا شكلها كده شو واضحه يعني. طب ايه اللي حصل او ايه الاهلي يعملوا الفتره الجايه، وخاصه يعني ده حرمان الاهلي وجمهور الاهلي ده من بطوله كبيره زي دي بتحكيم يمكن مش عايزين نقول الفاظ عليه بس فعلا حرام. دي حقيقه ولكن هنعمل ايه يعني، احنا عايشين في قاره افريقيا فمضطرين نقبل الوضع ده. كان في اعتراض فعلا قبل المباراه على الحكم ده كابتن احمد؟ يعني لحد ما يعني كان عندنا يعني شبه حاجات كده يعني مخوفانا من الحكم، وتحققنا منها يوم المباراه للاسف يعني. طب انت شايف ان طرد بركات والهدف الظالم اللي في اول دقيقه احبط معنويات لعيبه الاهلي وقلل عزيمتهم في المباراه، رغم ان احنا شفنا رجاله وابطال طوال 90 دقيقه؟ 10 تنفار بيلعبوا 11 طول المباراه تقريبا، متفوقين عليهم. طب جمهور الاهلي العظيم بقى اكيد محتاج كلمه يمكن بقول لهم ما تزعلوش، وكان يعني طبعا انتوا عارفين ان العلاقه اللي بيننا وبينكم كلها انتصارات، لكن ان شاء الله انتصارات جايه. فوجئتوا بالاستقبال الجميل ده؟ لا احنا متوقعين، جمهورنا جميل. جمهور الاهلي العظيم مستقبلكم استقبال النهارده اسطوري، اكيد يعني الجمهور ده ليه حق عليكم ان انتوا تقولوا كلمه النهارده. بنشكره طبعا، ويعني احنا بنبذل اقصى مجهود لينا، ونتمنى ان شاء الله ان البطولات القادمه ان شاء الله نقدمها له ان شاء الله. حسيتوا ان المباراه كانت متبيته ليها ان هي تعدي بالطريقه ده وبالشكل اللي حصل؟ عايزين نتكلم في المباراه، احنا اتكلمنا فيها كتير، وكابتن حسام عمل مؤتمر صحفي هناك، مش عايزين نتكلم، احنا بنفكر بقى في الدوري ان شاء الله والبطولات القادمه ان شاء الله. تقول للجمهور الاهلي الفتره اللي جايه يا كابتن محمد؟ بقول له جمهور الاهلي مش محتاج كلام، هو طول عمره مساند للنادي الاهلي ومساند لفريقه في اي وقت وفي اي وضع يعني. ظلم كبير، وعشان كده بنقول لازم الاتحاد الافريقي لازم ياخد موقف، لازم يبقى فيه وقفه للحكام اللي ما عندهاش اي نزاهه، الحكام اللي هي مأجوره. بنقول يعني لو ما حصلش ان في حكم اتوقف عمر الحكايه دي ما هتنتهي، هتفضل تتكرر، واحنا عملنا ده الاحتجاج الثالث في خلال ماتشين، هنعمل ايه اكتر من كده؟ كابتن خالد سمعنا ان كان في احتجاج بالفعل قبل بدايه المباراه على الحكم الغاني، الاحتجاج ده هتدعموا بيه الاوراق والاحتجاج الكامل للكاف بعد المباراه دي ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله هيحصل احتجاج طبعا، واوريدي هو اتكتب بس اللي هيتبعت بكره. طب قيمه كده لاداء لعيبه الاهلي في المباراه وفنيا داخل الملعب؟ لعيبه الاهلي لعيبه يعني بغض النظر هم ما كانوش مستواهم 100، ولكن كانوا رجاله وكان المفروض يكسبوا، ولولا الظروف والتعنت الحكام وتكتيف الماتش والانذارات اللي خدوها بدون وجه حق، كل ده بيوتر اللعيبه ويخليهم خارج مستوى. كابتن خالد اخيرا جمهور الاهلي العظيم ده اكيد منتظر منكم بطولات تعوضهم على البطوله الغاليه دي، توعدوا جمهور الاهلي بايه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله بنوعد جمهور الاهلي ان احنا يعني اولا هنقول الحاجه اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا نحافظ على الدوري العام ان شاء الله، وافريقيا باذن الله دي املنا بقى ان احنا نرد اعتبارنا وناخد حقنا من اول يوم باذن الله. اختيار الاتحاد الافريقي واختيار حكم، اعتقد ان السي في بتاعه كان دليل قوي على ان هو مش هيقوم بمباراه جيده، لكن في النهايه يعني كابتن سيد ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ هل في تقديم شكوى رسميه للكاف؟ في شكوى اكيد رسميه، في شكوى. ده مش جديد على جمهور النادي الاهلي، وانا سعيد جدا باللي انا شفته النهارده، بس انا كنت هبقى اسعد لو انا جاي وانا مفرحهم يعني، فان شاء الله نحاول نساعدهم.